اللي قال إن اللطف يعني ضعف. واحدة من معجزات السيد المسيح المؤثرة جدا هي معجزة شفاء الأبرص، ودي نقدر نلاقيها في إنجيل مرقس الإصحاح الأول وعدد 40. بيقول كده: فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد فاطهر. البرص ده كان مرض جلدي معدي جدا. مش بس كده، لا، كمان في الشريعة اليهودية الأبرص هو شخص نجس لازم يعيش بعيد عن الناس. السيد المسيح كان يقدر يشفي الأبرص من غير ما يلمسه، لكنه اختار إنه يمشي ميل زيادة ويلمس احتياج نفسي مش متسدد عنده. اللطف مش مجرد إحساس كويس ناحية الناس أو حتى سلوك مهذب. اللطف أسلوب حياة بيبان لما يكون الله حاضر في حياتي. اختيار الرحمة بدل الانتقام ده لطف. إن أتحكم في نفسي وأتصرف بهدوء بدل العصبية حتى وأنا عندي حق ده برضه لطف. إن يبقى في إيدي أجرح لكن إن أنا أختار بكلامي ما أذيش حد ده لطف. اللطف مش بس على الناس لكن كمان على نفسنا. إني أختار أكون لين مع نفسي وأقبل محدوديتي ده لطف. اللطف مش ضعف، بالعكس ده قوة مغيرة لنفسي وللي حواليا. ولكن الأهم، اللطف مش قوة بكتسبها بدراعي، لكن ده نتيجة لامتلاك السيد المسيح على حياتي. اكتب لنا في كومنت ايه أصعب تحدي بالنسبة لك عشان تعيش اللطف.